يا هلوز، فيديو جديد مليان أفكار مختلفة للبيت هتسهل عليكي يومك وهتتمني كمان لو إنك عرفتيها من زمان. تعالوا مع بعض ونشوف أول فكرة، ومن الأفكار بجد اللي بتسعفني جدا لما يكون عندي المقصات ابتدت تتلم أو السكاكين. بجيب كده حبة ملح وابتدي إن أنا أدعك السكينة بيهم أو المقصات بيها بالشكل ده، وبيفضل معايا الملح ده في كوباية كده وعيناها أو في برطمان وعيناها أسيبني فيه كل الحاجة بترجع جديدة. دايما بحافظ على الخضار ان انا احط معاه ورقه مناديل كده منتهى البساطه هتحافظ عليه ويقعد معاكي فتره اطول. هاتي كده غطا الازايز اللي بنرميها وابتدي قصيها بالشكل ده والزقيها. عايزه اقول لك هتحطيها جوه الدواليب، هتحطيها في اي حته، هتبقى معاكي فوطه حلوه جدا وشيك قوي. عندك بقى توزيعات هدايا ومحتاره تعملي ايه، انزلي كده عند بتوع الكوبايات والاوراق وهاتي منهم الكوبايات اللي هي بتاعه القهوه كده وقصيها بالشكل ده وحطي فيها بونبوني ويبقى عندك احلى توزيعات وكمان باقل تكلفه. كوبايتين لزقوا في بعض هقولك الطريقة اللي بتخليهم يفكوا من غير ما يتكسروا. هنجيب كده اي اناء غويط، بولة او حلة، وهنحط مية سخنة من تحت وتلج في الكوباية اللي فوق ونسيبها دقيقة بالظبط وهتلاقي الكوبايتين فكوا منتهى السهولة. البيض بقى عندك ناس وعندك بيض كتير مسلقاه، هاتي كده علبة وحطي فيها البيض كله، رجيها رجتين تلاتة وهيتقشر منتهى السهولة ومش هياخد وقت خالص والقشرة هتطلع بكل سهولة وسلاسة. كمان الفكرة دي حلوة جدا لو عندك أطفال وبيبهدلوا الصابون، هاتي كده سبونشة نضيفة حطيه فيها صابون ودايما بليها. هم مجرد ما يحطوا ايديهم بالشكل ده هيبقى المية يعمل معاهم رغوة ويغسلوا ايديهم من غير بقى ما يعملوا الصابون ويعجنوه، واحنا عارفين الأولاد بيعملوا ايه في الصابون بصراحة بيهنوه. كمان دايما خلي معاكي وايبس حطي عليها غطا ديتول او غطا اي مطهر انتي تحبيه ويبقى معاكي في الحمامات العامة او في اي مكان تطهري بيه الاوكر، تطهري بيه الترابيزات، امان ليكي ولاولادك. الفكره دي حلوه جدا لو عايزه تشغلي مثلا جي بي اس في العربيه، تحطي كده التوك بتاعتك بالشكل ده، او معاكي طفل جنبك راكب جنبك تشغلي له كده الموبايل وتشغلي معاه اي افلام او اي كرتون هيقعد يتسلى فيهم وانتي سايقه بامان. وكمان ممكن تحطيه قدامك وتشغلي الجي بي اس بتاعك من غير ما تحتاجي تشتري حامل مخصوص للموبايل. الفكرة اللي جاية دي كمان فكرة سهلة وبسيطة جدا بس بجد من أحلى الأفكار اللي أنا بحبها. هنجيب كده إزازة مية ونبتدي إن احنا نقصها بالشكل ده، وهنبتدي كمان إن احنا نعمل لها خرم بسيط ونعلقها في أي مكان عندنا في المطبخ، وهيبقى معاكي مصفى حلوة جدا للسبونج. تنفع كمان في الأماكن لو فيها مصيف، لو مسافرة ومفيش مصفى للسبونج، سهلة وسريعة وتقدري تعمليها في أي وقت. استخدمي التوك بتاعتك كحامل للموبايل، وهقولك كمان فكرة حلوة جدا تستخدميها لحامل الموبايل، وده لو انتي اتزنقتي في مكان عايزة تصوري نفسك او عايزة تسندي الموبايل على حاجة ومعكيش حامل للموبايل. كمان ممكن تستخدمي راس الشاحن بالشكل ده وتستخدميه كحامل الموبايل، بتحطيه كده بالمنظر ده وتسندي عليه الموبايل شغال برضو، وحل سريع جدا من غير ما تضطري تشتري حامل. نص الليمونه اللي دايما مدوخانا في باب التلاجة وبتنشف، تعالي اقولك ازاي تحافظي عليها في باب التلاجة وما تنشفش منك. هنجيب الزيت بتاعنا اي بخاخ زيت وهنبتدي نرش رشتين كده او نقطه زيت كده على ايدينا ونحطها كده على الليمونه من فوق، ده هيخليها طريه ويحافظ عليها في باب التلاجة. هاتي كده فرش الميك اب بتاعتك واغسليها باستخدام المصفى. عايزه اقول لك المصفى بتعمل لها ديب كليننج، بتنضفها حلو جدا، بس خليها مصفى دايما مخصصه للفرش عشان بواقي المكياج او كده ما يجيش في الاكل بعد كده. ونشفيها بالطريقه المعتاده، عايزه اقول لك هتنزل معاكي بلاوي. كمان لو عندك قلم الحواجب ما بيحطش كويس او خفيف، تقليه كده على النار قبل ما تستخدميه، هيعمل لك لون حلو جدا وهيتقل معاكي وهيطلع الخط حلو قوي. الصابونه وبهدله الصابونه وشكلها اللي بيبقى وحش جدا قدام الضيوف، عايزه اقول لك على فكره هتوفر لك في الصابون ومش هتعمل لك الشكل ده خالص. هنجيب كده اي حاجه نخرم بيها الصابونه، مفك او عود بتاع شيش طاووق، وندخل استك او حبل وهنبتدي نربطها كده على الحنفيه، هتنزل كل الباقي وهتنشف نفسها لوحدها ومش هتسيب لك اي رواسب كده على الصبانه، شكلها مش لطيف. دي كانت افكار النهارده، قولي لي ايه الفكره اللي ناويه تجربيها، وما تنسيش اللايك والسبسكرايب علشان تشوفي كل الافكار الجديده.